صباح الفل. انتوا شايفين ولا مش شايفين ولا ايه؟ كده انتوا شايفين. المفروض دلوقتي ان انا اصور، فالمفروض ان انا اروق الدنيا دي كده واظبط القعده هنا عشان نصور، وعلشان نظبط المكتب اللي احنا المفروض هنصور عليه. ف الساعة دلوقتي 6 الصبح. هو المفروض ان انا مصورش بدري، ولكن الفيديو ده عشان اثبت الترايبود مش راضي يثبت. المفروض عشان الفيديو ده ينزل ليكم بدري، فانا هنزل الحاجة دي او هعمل الحاجة دي، وبعد كده بقى نكمل الفلوج بتاعي. انا اظبط المكتب كده عشان اصور. بس ساعات الحاجات اللي انت المفروض بتظبطها او الحاجات اللي انت المفروض بتشيلها، هو انت مش بتظبط. هو انت من كتر العباكه ومن كتر الحاجات اللي عندك، يعني الاوضه او الاستوديو هنا مليان الاثنين اللي انا بصور بيهم، والبتاع اللي انا مثبت عليها التليفون، والكرسي. يعني المكتب هنا مليان جدا، بيبقى في حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. يعني عايزين ان احنا نفضي الحاجه دي ونرتب كده ونخلي كل حاجه في مكان. مش بعرف. ده بسبب ان كتر الحاجه دي بيسيبك بشيء من التشتت كده، اللي هو ايه، احنا لسه هننضف، شيل الحاجه دي حطها في مكان تاني، وبعد كده بعد ما تصور رجعها تاني واشتغل وكمل حياتك زي ما هي. خلينا نخلص، علشان يعني في حاجات كتير قوي محتاجه تتعمل، وفي حاجات كتير قوي انتوا محتاجين ان هي تخلص. يعني في فلوج كل يوم المفروض ان هو ينزل، كمان في فيديوهات على القناه التانيه المفروض ان هي تنزل. فده بيصيبني بشيء من فاهمين انتوا، اللي هو زي ما انت مضغوط كده ومتراكم عليك مواد في الثانويه العامه، فهو ده بالظبط حالي انا. يمكن انا مش متراكم عليا مواد، او متراكم وانا مش واخد بالي، بس انا متراكم عليا حاجات المفروض ان هي تتعمل. فانا بحاول ان انا انجز الحاجات دي اول باول. طولت عليك، يلا نقوم نرتب المكتب. كده تقريبا الفيو احسن حاجه ولا ايه؟ هو انا كنت عايز اجرب حاجه جديده، تمام، الا وهي ان احنا نظبط دي كده، نرجع بدي كده، تمام. وانا باجي هنا ولسه في ترايبود تاني، او لسه في سوفت بوكس تاني المفروض ان انا امسح بيه. بس انا عايز اظبط الزاويه اللي انا المفروض هصور بيها، تمام. هي المفروض كده تمام قوي. المفروض اللابتوب بقى يجي هنا كده، قشطه. انا كنت عايز اعمل حاجه جديده قوي هتعجبكم ان شاء الله، الا وهي ان انا ظهر الاسم بتاع القناه، دوبا كافيين. كده اسم القناه ظهر، واحنا المفروض بقى نبدا، تمام. بس اشغل السوفت بوكس تاني. السلك بتاع السوفت بوكس اتلعبك، مش عارف اظبطه. عيب لما تبقى مهندس كهرباء ومش عارف تعدل السلك، عيب. كده زي الفل. استغفر الله العظيم. مش عارف، حصلت مشكله في السوفت بوكس التاني، مش عارف، مش راضي ينور. الاضاءه دي كده مش هتكون كافيه تقريبا ان انا اطلع فيديو بكواليتي كويسه، ولا ممكن اجيبها بجنب كده واتصرف ويبقى فيه شادو. كده الاضاءه كويسه ولا ايه؟ انا حاسس ان هي كده مش اجمد حاجه، ولكن يعني حاسس ان هي ممكن تمشي. يعني الاضاءه كده ممكن تمشي، بس مش عارف السوفت بوكس التاني ماله يعني. استغفر الله العظيم يا رب. ودلوقتي انا شغلت السوفت بوكس من السلك بتاع السوفت بوكس التاني، اشتغل. يبقى تقريبا العيب من السلك ده بقى. السلك ده تقريبا فيه حاجه، يا اما مقطوع يا اما حصل له حاجه. بس هو مش مقطوع، لا، هو اكيد في حاجه، اكيد. طب ممكن اجرب ده على السوفت بوكس التاني، ممكن يشتغل. هو انا بدلت السلكين فاشتغل. الحمد لله، الحمد لله. كده الاضاءه تقريبا جامده سيكا. انا ما بحبش اظهر الشادو في الفيديوهات التانية، او ما بحبش اظهر الشادو. يعني انا كنت مثلا ممكن اطفي ده كده واصور كده عادي، تمام. بس ده بيدي سنس كده، اللي هو ايه، عارف انت نظرة التشاؤم سيكا، اللي هو انا جاي اتكلم مع حد متشائم. انا جاي اتكلم معاك متشائم، بس
انا عايز اطلع او عايز اديك الحل، فانا لما اجي اديك الحل هديهولك في النور، فانا عايز انور، فاهم؟ زي بالظبط ما اللي هو انت بتكون ماشي في طريق ضلمه بس النور بيروح منور، فده طريقه الفيديو اصلا انا عايز اعمله، اللي هو احنا ماشيين خلاص، احنا في اخر الطريق، فانا عايز اديك الزتونه اللي هتخلص لك الدنيا كلها، الحاجه اللي هتخليك ايه تظبط الدنيا دي كلها. هي شويه دركات كده انت بتقع فيها او شويه صعوبات انت بتقع فيها، فانا عايز اديك الحل بتاعها، فمن هنا عايز انور الفيديو كله، فاهمني؟ مش عايز اخلي فيه شادو، مش فيه شادو الكلام ده. فقشطه يعني كده ظبطنا الدنيا، نصور بقى وبعد كده ايه نبقى نرجع نتكلم معاكم. خلصت تصوير. من الحاجات اللي انا كنت بحاول اعملها الفتره اللي فاتت وهي ان انا اصور بالليل وبعد كده اذاكر الصبح، او اعمل حاجات اللي هي المفروض يعني اولويه بالنسبه لي، المذاكره بقى، الكورسات، الحاجات اللي انا بذاكرها في الكليه او الحاجات اللي مهمه بالنسبه لي يعني اعملها الصبح. ولكن اكتشفت ان الفتره دي انا بحاول ان انا انام بالليل، فلو جيت اتكلمت بالليل هحس كده ان انا اصلا بكلمك في الفيديو وانا نايم، اللي هو ازيكم يا جدعان عاملين ايه مش عارف ايه، فاهم؟ اللي هو هكون نايم على نفسي اصلا، فمش عارف اتعامل معاكم ومش عارف اصور فيديو فيه كميه تحفيز كده كويسه، فيه كميه طاقه ايجابيه كويسه. فانا كنت عايز الطاقه الايجابيه دي الصبح، فالساعه دلوقتي لسه ما جاتش 7 اصلا الصبح، وانا خلصت شويه حاجات من عليا بعد الفجر كده، وقلت اما اصور الفيديو، وبعد ما اصور الفيديو اصور معاكم الفلوج ده، بحيث ان هو يكون حاجه سريعه كده وحاجه خفيفه، ويكون فيها زي نظام التسليه ده، ان انا وريتكم شيء من الحاجات اللي بتحصل ورا الكواليس في ان انا بصور او ان انا بعمل حاجه معينه. معلش انا بحاول اتكلم بسرعه لاني عايز اروح افصل الحاجات دي وبعد كده اشوف الحاجات اللي عندي يعني، علشان كلها هتبدا اصلا. ف قشطه يا جدعان، اللي هو هنرجع تاني نروح الكليه ونصور فلوجات بقى واحنا رايحين واحنا راجعين، فيبقى حوار بالنسبه لنا متعب سيكا، بس ان شاء الله ان شاء الله الدكاتره يكون قلبها خفيف علينا ان شاء الله ولطيف. اصلا ايوه حلو، اصلا دي اصلا يعني الدكاتره هيدونا مشاريع. عارفين انتوا ما تعرفوش يعني ايه مشاريع، احنا هنشتغل على مشاريع. الناس اللي في ستيم او الناس اللي بتروح مدارس ستيم هم بيشتغلوا على مشاريع من صغرهم. احنا كطلاب بقى ثانويه عامه عاديه او ثانويه، اي ثانويه يعني، ثانويه زراعيه بقى او اي ثانويه خاصه حتى، ما كنتش بتشتغل على بروجيكتس وما كنتش بتعمل حاجات وانت صغير كده، فالموضوع ده هيبقى رخم بالنسبه لنا قوي، والمشاريع دي عليها درجات كتير قوي، واحنا عمالين نتخزوق وناخد خوازيق، بس ان شاء الله هنحاول ان احنا نتخطى الخوازيق دي. بصوا انتوا واخدين بالكم ان في حاجه خضرة هنا عند النضاره، اقول لكم ده بسبب ايه؟ ده بسبب الخضره، ده بسبب الخضره. فالخضره دي كنا زمان بناخد ظاهره في تانية ثانوي على ما اتذكر، كنا في تانية ثانوي بناخد ظاهره على ظاهره حيود الضوء تقريبا لو اتذكر، اللي هو الطريق الصحراوي وانت بتحس ان في ميه من بعيد وانت رايح. انا فاكر السؤال ده بما تفسر وجود بما تفسر راكب السياره، بما تفسر راكب السياره بيكتشف ان مفيش ميه على بعد مسافه معينه وهو اصلا كان مفكر ان في ميه. فمش عارف السؤال ده كان فاكسان قوي، وان هو انت اصلا الحاجه دي بيتم انعكاسها ومش عارف بيتم حيود في الضوء، وبعد كده انت بتحس ان في ميه، ولكن انت لما بتقرب من الحاجه دي ما بيبقاش في ميه. فدي حاجه كده حبيت اشاركها معاكم بسبب الخضار اللي ظهر ده. حوار ان انتوا تصحوا الصبح ده بيكون مجمع كل الداتا وكل المعلومات الجامده جدا ثابته في دماغك، كل الحاجات دي بتكون ظابطه في دماغك. فحاولوا ان انتوا تصحوا الصبح. على الفتره الجايه كلها هتكون فلوجاتي الصبح، وهكون بحاول ان انا انشر كده الايجابيه او الطاقه الايجابيه كده، مع ان الفتره الجايه مش هيكون فيها ايجابيه خالص، هيكون فيها مشاريع وهيكون فيها امتحانات. هحاول ان انا انشر الطاقه الايجابيه يعني ليكم، واحاول ان انا اساعدكم بالطاقه دي ان انتوا تكملوا وان انتوا ان شاء الله توصلوا للهدف بتاعكم. طبعا الكلام ده للناس اللي في ثانويه، الناس اللي في كليه احنا هنتخزق سوا رجاله، صباح الفل يعني. طيب وبكده نكون نهينا الفلوج، احنا ننهي الفلوج هنا علشان اروح اظبط الحاجات دي بقى. الكهرباء دي يا جدعان مش ببلاش. سلام.